السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاتحاد بيفوز بكاس مصر لكرة السلة على حساب النادي الاهلي، ولكن هي دي الرياضة، مكسب وخسارة. علشان الجماهير بس اللي زعلانة، هارد لك للنادي الاهلي ومبروك لنادي الاتحاد. طبعا محدش قد جمهور اسكندرية النهارده، وحقهم يفرحوا بصراحة. نروح لكرة القدم واللعبة الأكثر شعبية. الزمالك بيفوز على البنك الأهلي بهدف وحيد من ضربة جزاء أحرزها زيزو. مباراة شهدت هدف للزمالك وطرد لأسامة فيصل. والله أنا مش عارف أتكلم، هل هاجم التحكيم ولا دافع عنه ولا أعمل إيه؟ مش فاهم، مش عارف أعمل إيه بصراحة. ولكن انا بس عاوز اسال سؤال مهم جدا للناس اللي بتفهم كرة دلوقتي، بعيدا عن مين اللي بيلعب زمالك او اهلي. الطرد ده كان ضد اي فريق ايا كان هو مين. اعتبر انه كان ضد اي فريق ايا كان الفريق ده مين. هو مش اسامة فيصل كان عنده انذار وفرقته خسرانة؟ الطبيعي انه يدخل منطقة الجزاء ويحاول يقع علشان ياخد اي حاجة او تتحسب له اي حاجة، ده طبيعي. هنا بقى ما دام ما فيهاش ضربة جزاء واللاعب وقع، انا كحكم المفروض اديله انذار تاني واطرده، ولا اتجاهل وقوعه ويعمل اللي هو عايزه ويقع زي ما يقع في منطقة الجزاء؟ نفترض انه اتزحلق فعلا ووقع، الالتحام ما بين اللعيبه كان قوي فوقع، يعني مش هقوم اديله انذار تاني واطرده. وضربة الجزاء اللي الكل بيتكلم عنها دلوقتي وانا مش هعلق عليها كتير، ولكن دي برضو زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، دي وجهة نظر الحكم، وخصوصا ان في فار يا جماعة. لكن برضو انا بعرض الصورة لحضراتكم وانتوا احكموا بنفسكم. وعموما في النهاية هي مباراة وانتهت بفوز غالي طبعا ب3 نقاط لنادي الزمالك، بيحسن من مركزه اكيد وبيدي دفعة لنادي الزمالك في الدوري. ومبروك لجماهير نادي الزمالك الفوز الغالي ده. نروح بقى لقرعة كاس مصر في دور ال 32 اللي أقيمت الساعة 2 دور الخميس. أسفرت القرعة عن مواجهة الأهلي والألمونيوم وفاركو والواسطة والبنك الأهلي وبتروجيت والمصري وجمهورية شبين وبيراميدز والنصر والاتحاد السكندري وابو قير والمقاولين العرب والترسانة وبلدية المحلة والجونة والزمالك وبروكسي وطلائع الجيش وبور فؤاد والاسماعيلي والقناة وسموحة ولافينا وفيوتشر وبترول أسيوط وإنبي والنجوم وسيراميكا ومكادي وزد والداخلية. كل تمنياتنا لكل الفرق بالتوفيق طبعا، واكيد الكل عنده طموحاته الخاصة وبيسعى انه يوصل لها. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.